مرحبا بكم مشاهدينا، وطبعا نحن في الفقرة الأخيرة من أمسيتنا لهذه الليلة، ولا شك أن أي لمسة جمالية تضفي على الحياة نوعا من البهجة والسعادة. لذلك ننتقل وياكم لعالم تصميم الأزياء الرجالي. ضيفنا اليوم إماراتي شاب ابتكاراته باتت تشهد إقبالا كبيرا لا سيما من قبل الشباب عن طريق إضفاء لمسات عصرية مواكبة للموضة، وفي مزيج مميز يجمع ما بين الأصالة والحداثة، حيث يقدم تصاميمه الحديثة للكندورة أو الثوب العربي. لذلك مشاهدينا نرحب بضيفنا اليوم مصمم الأزياء الإماراتي الشاب سعيد المرشدي. حياك الله. الله يحييكم ومسا عليكم ومسا كل المشاهدين تابعون حاليا. ما شاء الله عليك سعيد، يعني أنت تميزت في هذا المجال، مجال تصميم الأزياء الرجالية. بداية كيف وجدت تقبل الناس لتغيير فكرة الثوب الإماراتي النمطي السائد لدى البعض؟ يعني مثل ما أنا هذا اليوم ثوب يعني ستاندرد مثل ما يقولون، يعني سائد عند الجميع. كيف قدرت تدخلهم تقنعهم؟ هل وجدت تجاوب؟ ماذا كانت ردود الأفعال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تصاميم الكنادير اللي أنا طبقتها على أرض الواقع مختلف عن التصميم الكلاسيكي والكندور العادية، اللي جبت فكر جديد لدولة الإمارات. شيء طبيعي أنا قاعد أغير ثقافة دولة، يعني كتقليد ثوب إماراتي. فرأيت أنا الشغلة، لأني أنا يمكن تقريبا حضرت المشروع أكثر من سنتين قبل لا أفتح المشروع، ودرست السوق ودرست من كل النواحي. فالبداية كانت بداية أن التصاميم كانت بسيطة، يعني ما غيرت كثير من الكندورة، ضبط لمسات بسيطة يعني ما تغير، وبالتدرج بديت شوي أضيف، بس ركزت أول شيء على شريحة الأطفال. يعني في ناس عندهم تحفظ، يعني في ناس متمسكين بالله، بس صح. يعني هذا شيء طبيعي، يعني قاعد أغير ثقافة، يعني يحتاج وقت. يعني على فكرة أبو هيثة هو ما شاء الله عليه متميز كذلك في الإعلانات، يعني بجانب المحل اللي هو يملكه ما شاء الله عليه دائما يبث إعلانات جديدة ويحط صور الأطفال بطريقة مشوقة يعني جدا. حلو. الحمد لله. أنا يعني المصمم في مكملات ثانية حق المشروع، لازم يكون عندك مهارات في التسويق، في العلاقات العامة، في فهذا مكمل المشروع، يعني حتى يكون مشروع متكامل. أكيد. إنزين اليوم كيف أنت قادر تحافظ على شكل الكندورة الإماراتية المتعارف عليها؟ يعني اليوم هل الكنادير اللي تقدمها مثلا الشخص يقدر يروح فيها دوامة مثلا، يقدر يحضر مناسبة رسمية، كيف قادر تحافظ على أنك تدمج بين الكندورة الأصلية والشكل الجديد؟ أنا حبيت أني أعطي قيمة فاليو، قيمة مضافة للكندورة الحالية العصرية. الكندورة الحالية الموجودة عندنا التقليدية الكلاسيكية يعني شفتها أنها لكل المناسبات، بس أنا حبيت أن أغير هالمفهوم. الكندورة حبيت أني أقسم الكندورة المناسبات فيها تصميم خاص، حق الطلعات الكجوة، حق الطلعات مع الشباب. فحاولت أن أقسم الكندورة ما أنها تكون كندورة كل المناسبات، يعني حاولت أن أكون أصنفهم يعني. جميل. إذا مثل ما هو كذلك هناك بعض الكنادير اللي ممكن تستخدم أثناء العمل، صح. ذات الألوان الفاتحة، هناك الألوان الداكنة وغيرها. نحن شو رأيك نشوف مشروعك؟ وكذلك أبو هيثة أنا أعتقد شغوفة اليوم لمشاهدة هذا المشروع هذا، فنشوفه مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، ومن ثم بنرجع نتواصل مع ضيفنا السعيد. جي توداي عبارة عن علامة تجارية وطنية تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد، متخصصة في تصميم وخياطة الثوب الخليجي بطريقة مبتكرة وعصرية تناسب الحياة العصرية الحالية.
طبعا الإقبال هي فكرة جديدة يعني على الإمارات، وكان في تحفظ عن بعض الناس، بس الحمد لله يعني راعيت هذه النقطة وأنا المشروع يمكن حضرت له تقريبا أكثر من سنتين قبل بدء المشروع فعليا، ودرست هالأمور كلها من جميع النواحي، فبدأت بتصاميم يعني بسيطة جدا يعني ما تغير مفهوم الكندورة، وتدريجيا بدأت يعني أضيف عليه لمسات، بس تظل في محور إطار أنه ما نغير مفهوم الكندورة الحالية. بالنسبة للإقبال الحمد لله يعني الناس الحين صارت تحب التغيير، تحب التجدد، فبدينا يعني نكسب زباين من كل مكان من الإمارات، مو من المنطقة الشرقية كموقعنا في خرفكان، فالحمد لله في تجاوب مع على الأيام تزيد زبايننا، خاصة بعد ما يوصل لهم الاسم ولا التصاميم. الحلقة الجاية ابو هيثم انا بلبس الكندورة اللي عليها شعار اماسي، ونحن نشكره صراحة سعيد على هذا الشعار، التصميم الجميل، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. والله فكرة مبتكرة يعني. اكيد احنا بشكل عام مشروع يعني كله فيه ابتكار، يعني دائما احاول ابتكر على شغلات. فكرة ابو هيثم غارت يعني، قالت معقولة احنا يعني النزاع بس الرقي في التصاميم والامور هذه وغيره، ما كانت متوقعة أن كذلك في يوجد. إيه، لأن حتى التطريز ما شاء الله عندهم يعني يمكن نشوفها من خلال الهدية اللي قدمها لنا موجودة هني، شعار أماسي، يعني ما شاء الله التطريز عندكم دقيق. ممتاز ودقيق، والأشكال اللي نشوفها التصاميم شيء حلو. لو تخبرنا عن هذه التصاميم سواء للكبار أو للصغار بالأخص. طبعا التصاميم تختلف على حسب الأعمار وعلى حسب الأطفال، التصاميم تختلف، الألوان، القصات، طريقتها. الشباب يعني مستحيل تكون تصاميمهم نفس الأطفال، دائما أحب أميز الشباب بتطريزات بسيطة تناسب يعني خصوصياتهم، خاصة في أوقات العمل. بس الأطفال يعني ممكن أضيف لهم لمسات، الشخصيات الكرتونية. شفنا احنا الأطفال الحين شو اسمه توجهم كل يتابعون الرسوم المتحركه، فاحب اضيف لهم الشخصيات اللي يحبونها مثل سبونج بوب وانجري بير، فاضيف على الكندوره يعني. شيء حلو. يوم بديت هذا المشروع يعني ياك شيء من الانتقادات مثلا؟ نفس ما قلت لك يعني انا قاعد اغير فكره، ثقافه، شيء طبيعي يعني بتي انتقاد، بس يعني انتقادات بسيطه جدا يعني، وهذا شيء طبيعي يعني ما في عمل كامل يعني. صح. على فكره في العيد بعد الاطفال اليوم ما شاء الله عليهم يعني بدعوا في تصاميم وفي الازياء اللي لبسوها بنشوفها مع بعض. صحيح. لكن هو يقول لي كذلك عن الشخصيات الكرتونيه، انتم بعد عندكم نفس الشيء بعد في العبي تحطون بس شخصيات، مو بشخصيات كرتونيه، نحط اللي يناسب اعمارنا يعني. اي ما شاء الله، جميل جميل. انزين نشوف مشاهدينا الكرام هذا التقرير الخاص بالازياء الخاصه بالاطفال، ونرجع نتواصل مع ضيفنا سعيد المرشدي.
إذا شاهدنا هذه التصاميم الجميلة حقيقة للمصمم سعيد. المرشد سعيد، كل من حاب أنه يتواصل معك كيف ممكن يوصل، كيف ممكن يتواصل معك؟ احنا طبعا عندنا الفرع الرئيسي والحاليا الوحيد في مدينة خرفكان، نعم. شارع الشيخ خالد. واللي حاب يتواصل معنا احنا موجودين على الفيسبوك وتويتر، وعندنا موقع باسم جي توداي. جي توداي. جي توداي. جميل. عطنا رقم ممكن يتواصلون عليك. رقم المحل 09 23 8 44 63. واحنا حاليا ان شاء الله راح نكون متواجدين بالقرية العالمية هالسنة ان شاء الله. ان شاء الله. جميل. موفق يا سعيد. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على وجودك ويانا. شكرا. إذن مشاهدينا، طبعا بهذا اللقاء نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من أماسي، وأيضا نحن نعرفكم بطرق التواصل ويانا. إيميل البرنامج اللي موجود amasi@smc.ae، وأيضا صفحاتنا عبر الفيسبوك وتويتر، وكل هذه الصفحات هي لتواصلكم ولاقتراحاتكم. نتمنى حلقتنا لليوم تنال إعجابكم، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة يوم الخميس. إذن حلقة رجالية خالصة مميزة، هذه طبعا أنا أعني فيها من أعني. حلقة كانت حقيقة يعني مميزة جدا. نتمنى إن شاء الله أنكم تتواصلون معنا مثل ما تفضلت زميلتي بهيتة، وهي من كنت أعنيها في هذا الكلام، إلى أن نلتقي بكم يوم الخميس في 9:30 مساء. هذه تحيات طاقم العمل ككل بقيادة المخرج المتميز أحمد النزواني، وإلى يعني وقت ممتع مع باقي برامج قناة الشارقة وقنوات مؤسسة الشارقة للإعلام، وتصبحون على ألف خير. أمان الله.